هاي حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهارده هنجرب فيه الليبستكس الجديده بتاعه ميبيلين. انا جبت لكم كل الدرجات بتاعتهم ما عدا درجه واحده، والدرجه دي الوحيده اللي مش موجوده، ما حدش عارف يلاقيها ومش فاهمه ليه. في طبعا منه درجات كتير، بس اللي نزل عندنا هنا في مصر هم 7 درجات. انا جبت لكم منهم 6 عشان نجربهم النهارده مع بعض ونختبرهم والكلام ده كله. بس قبل ما نبتدي ونجرب الليبستكس دول خلونا نعمل ميك اب مع بعض، بس هيكون ميك اب سريع قوي، يعني مش هيبقى فيه تفاصيل، هننجز فيه بسرعه جدا عشان نخش في الريفيو بتاعنا. كان هيقعوا عن الليبستكس دي. الصراحه اكسايتد جدا ان انا اجربهم معاكم. انا في واحد انا جربته وخرجت بيه، هقول لكم طبعا على الثبات والكلام ده كله في الاخر، بس خلونا الاول نبتدي ونعمل ميك اب توتوريال الاول، بس يكون حاجه ناعمه كده مش هنأفور يعني. وبس كده حبايبي، ما تنسوش قبل ما تبتدوا الفيديو ان تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعت الفلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام، وروحوا شوفوا الفلوج الاخير، روحوا شوفوه. وبس كده حبايبي، يلا بينا على طول نبتدي. هستخدم اول حاجه السبراي ده من عند شي جلام اللي هو اسمه ريفرش سبراي. بعد كده هحط البرايمر ده من عند ميبيلين، ده بيدي جلو حلو قوي للبشره، وهوزعه على كل بشرتي. هستخدم الفاونديشن ده من عند ريمال اسمه لاستنج فينيش 25 hours hydration boost، وجواه SPF 20. بس صراحه انا بحب الفينيش بتاعه قوي على البشره لانه كده ناعم وفي نفس الوقت مش تقيل وبيوحد لون البشره. هستخدم الكونتور ده من عند شي جلام، الدرجه دي اسمها تراكوتا. وهاخد برده بلاش من عند شي جلام، الدرجه دي اسمها سوايب رايت. هستخدم كونسيلر من عند تو فيسد بورن ذيس واي، الدرجه دي اسمها شورت بريد. هنحط اقل كميه لان هو فظيع، يعني بيفرد بطريقه مش طبيعيه. انا كل اللي بحتاجه كده دوت هنا وهنا وكده، يعني حاجه صغيره قوي فوق العين. وبعد كده هثبت بالباودر دي من عند ميبيلين فيت مي، دي درجتها 128. بعد كده هستخدم البرونزر ده من عند نارس، وده لونه كده من جوه واسمه سمر سولستيك تقريبا. وهستخدم البلاش ده من شي جلام الاديشن اللي اسمه لاف دايف، والدرجه دي اسمها يور بيتشي، حلوه جدا، ده لونها كده. وبعد كده هاخد هايلايتر من عند فيزرد، ودي درجتها، الدرجه دي اسمها فيري داست تقريبا. هاخد باليت الاي شادو دي من عند ال جيرل اسمها نودس تقريبا، وهاخد منها اللون البيج ده اللي هو تاني واحد. وبعد كده هاخد اللون البني الفاتح ده وشوية على جراي مدي على براون، وهحطه هنا كده بس عشان يدي شوية عمق للعين. وبعد كده هرجع اخد اللون الاسود ده وارسم ايلاينر متموه بفرشه ايلاينر. طقم الفرش او اغلب الفرش اللي انا استخدمتها من عند جيسب، وهتلاقوا السات موجوده على نور. وهحط قلم نود جوه عينيا من عند ريمال. وهستخدم الماسكارا دي بتاعت ميبيلين اللي هي سكاي هاي. كل المنتجات اللي انا استخدمتها دي هتلاقوها موجوده عند نون، انا جايباهم كلهم من نون، حتى الليبستكس كمان جايباهم من على نون. اوكي حبايبي، خلاص خلصنا الميك اب، والصراحه انا مبسوطه بيه قوي، حاساه كده كيوت. يلا خلينا نجرب درجات الليبستكس، والصراحه انا مش عارفه ابتدي بايه ولا بايه حقيقي بجد. طيب خلينا الاول نقول هما بيقولوا عليه ايه، وبعد كده نجربه واقول لكم انا وجهه نظري عنه ايه يعني. فخليني اقرا لكم الديسكربشن الان. الليبستكس دي اسمها سوبر ستاي فاينل انك من عند ميبيلين. طبعا احنا عارفين ان السوبر ستاي احنا سمعناها كتير، فاقول لكم الفرق بين كل الليبستكس بتوع سوبر ستاي. مكتوب عليه شيك اب يور لونج وير فايند يور فاينل كولر افيلبل ان 7 شيدز. هو مفيش منه غير 7 درجات عندنا. انا طبعا ما لقيت لكمش الدرجه البيتش دي. بيقولوا لك اول ستيب ان انتي سامعين ان انتي تعملي له شيك او ترجيه. تاني حاجه ابلاي ابر ليب
وبعد كده باتم ليب، يعني تحطيه الاول فوق وبعد كده تحطيه تحت، مش عارفه ايه النظريه. بعد كده ليت دراي، يعني سيبه ان هو ينشف. بصوا هو بيقول المفروض ان هو ثباته قوي زي السوبر ستاي بالظبط، بس الفرق ان ده شايني شويه عن السوبر ستاي لانه مات. حتى هم حاطين مقارنه بين 3 سوبر ستاي، حتى كاتب لك تشوز يور سوبر ستاي، لان هم نزلوا 3 اديشنز من السوبر ستاي. في الاولاني اللي عندنا كلنا او عند اغلبنا اللي هو السوبر ستاي مات انك، ده المفروض ان هو بيقعد 16 ساعه ولونه مش بيتغير. لكن الاديشن ده اللي هو اسمه فاينل، ده مكتوب عليه ان هو فايني كولر او لون فيه شويه لمعه، بس يعني ده الفرق، ان هو هيبقى ثابت برضو زي السوبر ستاي بس فيه لمعه. الاخراني بقى اللي هو برضو تبع السوبر ستاي وده بيقعد 8 ساعات، يعني هم نزلوا بس 3 اديشنز من السوبر ستاي. هنبتدي الاول بالالوان الفاتحه وبعد كده نروح على الالوان الغامقه. خلونا نبتدي بده الدرجة اللي اسمها تشيكي، دي رقمها 35. هنرجها كده زي ما هم قالوا، نفتحه لان انا الدرجة دي فتحتهاش، انا فتحت درجتين تانيين. اوكي ده شكله. خليني الاول اعمل لكم سواتش للدرجة عشان تكونوا شايفينها. ودي اكشلي الدرجة اللي شوية كشمير، يعني يا رب تكونوا شايفينها. الابليكيتر بتاعته حلوه جدا جدا. على فكره الفيديو ده مش سبونسر، ان انا هحط لكم ديسكاونت كود من نون، بس هو مش سبونسر خالص، يعني ميبلين ما يعرفوش عنه اي حاجه. دي اول درجه اللي اسمها تشيكي رقمها 35، وهحط لكم برده اسمها على الشاشه. الدرجه تجنن تجنن، يعني ما تخيلتش ان هي هتعجبني، يعني قلت لا الدرجه بتاعتها مش هتعجبني، بس خطيره. هقول لكم طبعا في الاخر هو ثباته عامل ازاي، بس خلونا نشوف الدرجات الاول. فدي اول درجه. عايزاكم تحت في التعليقات تكتبوا لي ايه اكتر درجه هتجيبوها او عايزين تجيبوها من حلاوتها، فهستنى اشوف بقى انتوا شبهي ولا مش شبهي، يعني ايه الدرجات اللي هتحبوها وايه الدرجات اللي لا. انا هحاول على قد ما اقدر احافظ على الاساس اللي انا عاملاه عشان الدنيا ما تبوظ. ايه الدرجه اللي بعد كده؟ نختار ايه يا دودة؟ هختار الدرجه اللي اسمها ويتي تقريبا. الدرجه دي تفتكروا هتبقى حلوه ولا ايه؟ خلونا نفتح الستيكر ونرجه. اوه دي على موف، انا بموت في الاندرتون الموف. دي الدرجة اللي اسمها ويتي، يا رب اكون بقول الاسم صح. خطيرة. الاندرتون بتاعها شوية على موف، يعني بينك داخل على موف اكتر. روعة بجد روعة، يعني بجد حلوة قوي. واللمعة محساني شوية اني شفايفي كبيرة حبة، فحبة شكلهم جدا. ما عملتلكمش ليهم سواتش او ما عملتش للدرجة دي سواتش، فخليني اوريها لكم. اوكي دي الدرجة كده. اوكي حبايبي نخش على الدرجة اللي بعدها اللي اسمها كوي، وانا متأكدة ان في بنات كتير قوي هيحبوها، فيلا برضو خلونا نفتحها برضو نرجها ويلا بينا. هعمل لكم بيها سواتش. اوكي دي الدرجة، يا رب تكون باينه لكم. ودي درجة كوي، حلوة جدا، نفس درجة لوفر بالظبط، يتحسوها هي بالظبط. خطيرة برضو، يعني لغاية دلوقتي مفيش درجة قلشت مننا، يعني حاسة لا كل الدرجات تنفعنا، يعني تنفع للديلي يوز، تنفع مناسبات. وفكرة اللمعة اللي مدية فوليوم للشفايف، محسسة ان الشفايف اكبر شوية. وهقول لكم في الاخر حتى لو انتي اللمعة دي عايزاها في الاخر هفهمكم الموضوع، بس الدرجة حلوة، درجة بجد حلوة. الدرجة اللي بعد كده وهي اسمها ليبي، ودي رقمها 10. هنرجها برضو. هي درجة كده تحسوها شوية اللون الطوبي ده شوية، يعني يا رب تكونوا شايفينها.
بس نود على طوبي كده شويه، هو اللون طوبي يعني تحسوه شويه لون طوبي. ودي الدرجه اللي اسمها لابي، برضو حلوه قوي، بس اللي قبلهم كانوا بالنسبه لي احلى. يعني دي حلوه بس حاسه ان انا يعني قليل ايدي ما هتروح عليها، ممكن يعني لسه مش عارفه، يمكن عشان حاسه ان هي مش لايقه دلوقتي، بس لسه مش عارفه. بس دي درجتها، في ناس بتموت في الدرجه دي، يعني في ناس بتحبها جدا. دي لبي ده مش ناقص غير درجتين. هنستخدم دلوقتي الدرجه اللي رقمها 30 اسمها ان ريفالد تقريبا. لونها شويه مش احمر، هي لونها فوشيا في اندرتون موف، بس لونها حلو قوي، يعني بجد لونها حلو قوي. دي انا لسه ما فتحتهاش. يعني الدرجه دي انا بحبها، اللي هي مش حمرا ومش موف، يعني هنت فوشيا على سنه نبيتي، فاهمين كده؟ تحسوها ميكس كده. اوكي ده شكلها كده، هي شويه يعني فيها هنت موف كده. اوكي حبايبي، دي الدرجه اللي اسمها اريفالد. هي مش نبيتي، هي شويه داخله على موف، يعني نبيتي الاندرتون بتاعه موف. تمام، ده شكلها برضو تجنن. يعني لا دي برضو تجنن، يعني لغايه دلوقتي ما فيش واحده اللي قلت لا 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 مش هحطها، لا كل الدرجات حلوه قوي. يعني بصوا الجمال، حلوه قوي يا جماعه، حلوه قوي. نيجي بقى لاخر درجه اللي اسمها ويكد، ودي احمر احمر احمر. خليني اعمل لكم ليها سواتش، مش عارفه احط فين انا دلوقتي. اوكي يا رب تكونوا شايفين، فعليا احمر. ودي حبايبي الدرجة اللي اسمها ويكد، اللي هي حمرة حمرة، يعني ممكن تكون باينة على الكاميرا انها كمان افتح، بس هي احمر احمر، وبتبين السنان انها بيضة، الاندرتون بتاعها مفهوش اورنج، فدي حاجة حلوة جدا جدا جدا. برضو الدرجة دي خطيرة، يمكن عشان كده خليتها للاخر، لان هي احمر وانا بموت في اللون الاحمر. ويلا بقى اديكوا الريفيو المفصل عن ايه مميزات ده وايه اللي يفرقه عن السوبر ستاي التاني. الليبستكس دي ايه اللي يفرقها عن السوبر ستاي؟ طبعا اكيد الفرق ما بينهم اللمعه، لان الشركه زي ما قالت عدد الساعات بتاعه ثبات كل واحد فيهم زي بعض تقريبا، فاللي بيفرق ان ده شويه مريح على الشفايف اكتر، وان هو فيه لمعه، بما ان دلوقتي ما بقاش موضه الارواج اللي هي المات قوي اللي هي منشفه الشفايف. طيب يا دعاء، ثباته عامل ازاي؟ ثابت جدا اكتر من 7 ساعات مع اكل وشرب. بس انتي لو مثلا جبتي كوبايه وشربتي هو هيعلم في الكوبايه، تمام، كلتي بشوكه هو هيعلم، بس هيفضل بيجمنتد جدا على شفايفك كانك لسه حطاه. يعني في حاجات بتعلم وبتشيل من الطبقه اللي على شفايفك، لكن ده ابدا هو بيعلم في الكوبايه او في المعلقه بس ما بيشيلش الطبقه اللي على شفايفك. تمام، ده من ناحيه الثبات. شكله خطير، الوانه حلوه، الفينش الجلاس ده بالنسبه لي مريح اكتر من السوبر ستاي التاني، لان بيجي علينا كلنا اوقات شفايفنا دلوقتي قبل السوبر ستاي العادي، لكن وقت تاني ما بتبقاش قبلاه وبتحسي ان شفايفك ناشفه بزياده، فبتضطري ان انت تحطي مرطب على السوبر ستاي، وانا من الناس اللي بتعمل كده. ومجرد ما احط مرطب على السوبر ستاي الفورمولا بقى كلها بايظه ومعكوكه والموضوع بيبقى صعب قوي. فانا بالنسبه لي لو هختار ان انا اشتري من الاديشن القديم بتاع سوبر ستاي اللي هو مات انك، او الاديشن ده اللي اسمه فاينل تقريبا، فاكيد انا هختار ده، لان هو فيه ميزه حلوه جدا. انت دلوقتي اللبستيك اهو لونه احمر وشايني، فجاه لا انا مش عايزاه يبقى شايني كده، يعني عايزه شكله يبقى مات. بكل بساطه بكل بساطه تروحي كده شيلي المنديل بقى روبيو بتاع ماك،
والله العظيم بجد. بصوا يا جماعه الفينش عامل ازاي، كانك معاكي السوبر ستي المات العادي. بالعكس ده مريح اكتر على الشفايف، عمرك ما تحسي ان انت حاطه طبقه كبيره على شفايفك. ده الفرق بين الليبستيك ده والسوبر ستي اللي هو المات انك. ده انت معاكي الاثنين، معاكي الجلاس ومعاكي المات، والاثنين ثابتين، وكمان طبقته خفيفه على الشفايف. طبعا هو سعره عالي شويه لان هو لسه جديد تقريبا ب 300 وي. عموما هسيب لكم اكواد خصم من نون، عايزه تشتريه من نون الامارات، السعوديه، مصر، اكواد الخصم دي هتديكي خصم اضافي زائد طبعا الاكسبريس او التوصيل المجاني. طبعا انت مش هتضطري ان انت تشتري كل الالوان دي كلها، اختاري لون واحد يكون مناسب ليكي، وهو ب 300 وي بس. فعليا يستاهل. انا بقول لكم لو هيتحط في مقارنه مع السوبر ستي فهو بطل جنبه يعني، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. وبس كده يا حلوين، ده الريفيو بتاعي عن الليبستيكس بتاعه ميبيلين فاينل الليبستيك الجديده. الصراحه كنت اكسايتد جدا ان انا اجربهم، ومبسوطه ان انا جبت اغلب الدرجات بتاعتهم لان هم فعليا يستاهلوا يعني. دول اللي هتلاقوني مصدعاكم بيهم في الفيديوهات بعد كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون فاتكم باي حاجه في الدنيا. ما تنسوش قبل ما تمشوا ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعه الفلوجز، وكمان تعملوا فولو على انستجرام. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.